وفاة فنان شهير رحل في رمضان على الإفطار. يا ترى كان بيفطر فين؟ وليه وفاته أثرت في ناس كتيرة جدا جدا؟ وإيه اللي الوسط الفني عمله معاه؟ وآخر كلمات نطقها لحظة خروج الروح، بصراحة كلمات مؤثرة جدا جدا. توفي في شهر رمضان على الإفطار. تعالوا نشوف إيه اللحظات الأخيرة في حياته وفيديو مسرب ليه لحظة وفاته. تفاصيل كتيرة هنسمعها، ولكن في البداية خلينا نقول كلمة هو رددها: إن الوسط الفني معظمه عفن وقذر إلا من رحم ربي. ليه قال الكلمة دي؟ وليه دايما كان بيرددها على لسانه خصوصا في فتراته الأخيرة؟ الوسط الفني معروف إنهم بيهتموا بنجوم الفصل الأول أو الصف الأول، يعني هو كان نجم مش شهير للدرجة الكبيرة، ولكن كان معروف وناس كتير جدا عارفاه، واحتاج الفنانين كتيرة في الفترة الأخيرة، وللأسف كلهم تخلوا عنه. دخل في حالة من الاكتئاب والعزلة التامة. كان بيحاول يشوف شغل في كل مكان، إنه يشتغل ويقدم لأسرته دخل يكون ثابت، ولكن للأسف طبعا بدون جدوى. رحل عن عالمنا منذ قليل طبعا فنان شهير، ولكن تفاصيل وفاته هي اللي كانت مؤلمة جدا جدا. قدم لينا أعمال كتيرة قوي مع فنانين كبار، طبعا نذكر منهم الفنان كمال أبو كمال الشناوي، وكمان خيرية أحمد، وناس تانية كتيرة. هنعرف دلوقتي ايه اللي حدث. الفنان كان موجود في بيته على سطح منزله، مجهزين الافطار بتاع شهر رمضان، وحابين في اليوم ده يفطروا على السطح بتاعهم. لكن هو كان عنده محبة كبيرة جدا جدا للطيور، كان بيحب الطيور جدا، ودايما كان بيربي فوق سطح بيته حمام. فحب ان هو يفطر في اليوم ده جنب الحمام بتاعه. فأخدوا فطارهم واتجمعوا فعلا، وفضل يرمي الأكل للحمام، والحمام كله بقى حواليه. لكن يشاء القدر سبحان الله على لحظاته الأخيرة الجميلة، إنه طبعا كان واقف على سور، ولكن السور ده كان مهدد بالسقوط. كان يعني ممكن في لحظة يقع حرفيا قدام أولاده وقدام زوجته، وفي وسط الحمام اللي هو كان بيحبه. سقط من أعلى منزله وفارق الحياة بالفور. منظر كان سبحان الله على اللحظات الجميلة في شهر رمضان. سقط وهو بينزل، الحمام كله طار، الحمام اللي فضل يربيه ويأكله. رحل الفنان ياسر الشرقاوي عن عالمنا، تاركا خلفه قصة مؤثرة، حبا كبيرا للطيور. طبعا لقى حتفه سقوطه من على سطح بيتهم، وللأسف محدش حضر جنازته ولا عزاء من الوسط الفني. لحظة سقوطه ناس جيرانه سمعوه وهو بيتشاهد وبينطق الشهادة، وندمان انه دخل الوسط الفني، وقال انه معظمه وسط عفن وقذر. ده كان طبعا تصريح سابق ليه، وللأسف طبعا محدش سأل عليه أثناء الفترة الأخيرة لما ما كانش لاقي شغل، لدرجة إن بعض الناس قالوا سبحان الله على حسن الختام، يمكن لو كان لسه ليه عمل في رمضان ما كانش توفى بهذا الشكل، أو ما كانتش ختامه كان بهذا الجمال. خاتمة جميلة لأعمال كتير، بينها مسلسل لدواعي أمنية عام 2002 مع الفنان الراحل كمال الشناوي. آخر أعماله مشاركته في مسلسل قلوب تائهة مع الفنانة عبير صبري كان 2006. ادعوا له يا جماعة بالرحمة وبالمغفرة.